بالفيديو شاهد انهيارا وبكاء داخل الإعلام الجزائري بعد فوز المنتخب المغربي على نيجيريا وتأهل لنهائي كأس إفريقيا، والدراجي يفقد عقله. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت فخورا بالمنتخب المغربي فيرجى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. انتهت مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب نيجيريا في نصف النهائي كأس إفريقيا، وذلك بفوز المنتخب المغربي الذي استطاع هزيمة أحد أقوى المنتخبات في البطولة والتأهل للنهائي. وهذا ما هز الإعلام والعالم، وأصبح حديث القنوات العربية والعالمية، وأبرزهم القنوات الإعلامية الجزائرية، حيث صرح أسطورة كرة القدم الجزائرية علي بن شيخ على قناة الهداف الجزائرية وقال: أنا بصفة جزائري فقد شجعت المنتخب المغربي من كل أعماق قلبي، لأنني أثق في قدرات هذا المنتخب العظيم، وأنا على يقين بأن المنتخب المغربي يستحق الفوز والتأهل، فالمنتخب المغربي سيظل أفضل منتخب في القارة الإفريقية، وأنا أتحمل مسؤولية تصريحاتي. بينما صرح أسطورة التعليق حفيظ الدراجي لقناة الرياضية الجزائرية وقال: أنا على يقين أن هناك شيء غير طبيعي يحدث في هذه البطولة من جانب المنتخب المغربي، وكلنا نعلم أن المغرب يعمل المستحيل من أجل تلميع صورته في الإعلام، وأنا متأكد أنه اشترى هذا الفوز اليوم للتباهي أمام العالم بالفوز على منتخب نيجيريا.